مش أخطر حاجة إنك تعيش وسط الظلم، أخطر حاجة إن الظلم يدخل قلبك وإنت مش واخد بالك. موسى عليه السلام اتربى في قصر فرعون وما بقاش فرعون. أنا إيمان هاشم وده بودكاست بين السطور. إحنا في رمضان، شهر تصفية القلوب. بس السؤال الصعب، لو اتربيت في بيئة غلط، لو مديرك كان ظالم، لو أهلك كانوا قاسيين، لو المجتمع كله كان ماشي عكس اللي انت مؤمن بيه، تقدر تطلع سليم ولا هتبقى نسخة من الألم اللي اتربيت فيه؟ النهاردة مش هنتكلم عن معجزة البحر ولا العصا، النهاردة هنتكلم عن القلب، قلب موسى عليه السلام. موسى عليه السلام اتولد في سنة كان كلها قتل. القرار كان واضح، كل ولد من بني إسرائيل يذبح وأمه ترميه في اليم. يتربى فين؟ في بيت اللي كان عايز يقتله. فرعون نفسه هو اللي يربيه. تخيل معايا كده المشهد، طفل شايف السلطة، شايف البطش، شايف الاستعلاء، وفي نفس الوقت قلبه متعلق بقوم المستضعفين. علماء النفس بيقولوا إن الطفل اللي بينشأ في بيئة قمعية غالباً بيطلع يا إما نسخة من القامع، أو مكسور خايف، أو متمرد عنيف. لكن موسى عليه السلام طلع حر من جواه. وهنا هنتنقل لمشهد تاني، راجل من قومه بيستغيث بيه ضد واحد من المصريين. سيدنا موسى بيتدخل من غير ما يسأل، من غير ما يستفسر، فبيضربه فبيموت. مش قتل متعمد، لكن غضب لحظي من سيدنا موسى. وهنا بقى الدرس الخطير، حتى الأنبياء بيغضبوا، حتى الأنبياء بيغضبوا، بس الفرق الاستجابة بعد الغلط. أول جملة سيدنا موسى قالها لربنا: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. لا برر، لا قال أصله هو اللي استفزني، لا قال هو يستاهل على فكرة. اعتراف فوري بدون تفكير. هنا بقى بتيجي كلمة الإمام الغزالي، إن قوة الإنسان لا تقاس بعدم السقوط، ولكن بسرعة الرجوع إلى ربه. الغزالي كان دايما بيتكلم عن إن أخطر حاجة مش الذنب، لكن لما النفس تبرر أفعالها لصاحبها. سيدنا موسى بيهرب سنين وبيروح في مدين. راجل كان عايش في قصر بقى راعي غنم. من سلطة لعزلة، من سخط لهدوء. وهنا بيحصل التحول النفسي. علماء النفس بيقولوا إن العزلة الواعية بتبني النضج. ومصطفى محمود كان دايما بيقول إن الإنسان لا ينضج في الضوء بل في العتمة. مصطفى محمود كان شايف إن الابتلاء مش عقاب، ده دايما بيبقى إعادة تشكيل. ومدين كانت إعادة تشكيل لموسى عليه السلام. تخيل معايا اللحظة دي، موسى عليه السلام واقف قدام الراجل اللي رباه، فرعون، قدام النظام كله، قدام الماضي كله. مش بيواجه شخص عادي، ده بيواجه بيئة كاملة. ودي رسالة لكل حد تحت مدير ظالم، في بيت متسلط، وسط مجتمع فاسد. انت مش مطالب تبقى نسخة من اللي حواليك، انت مطالب ان انت تحافظ على قلبك. أصعب حاجة مر بيها موسى عليه السلام مش فرعون، أصعب حاجة بني إسرائيل. تذمر، عناد، شك، عبادة عجل بعد كل المعجزات. القائد مش بيتعب من العدو، لا، بيتعب من الناس اللي بيحاول دايما ينقذهم ودايما بيقعوا. ودي نقطة نفسية خطيرة، الإرهاق الروحي. ومع ذلك سيدنا موسى عليه السلام بيكمل. وفي لحظة تانية من حياة موسى عليه السلام يتسأل: من أعلم الناس؟ فيرد بسرعة ويقول: أنا. هو ما كانش متكبر، هو بس كان نبي بيكلمه ربنا الكليم. لكن ربنا سبحانه وتعالى يجي ويعلمه الدرس ويقول له:
إن في عبد من عباده الصالحين عنده العلم اللي انت ما خدتهوش يا موسى. وتبدأ رحلة لقاء موسى عليه السلام مع العبد الصالح. المشهد هنا مش مشهد مين أعلم، المشهد عن تواضع موسى عليه السلام، عن إن مهما توصل للعلم، مهما تتعلم، مهما ربنا يفتح عليك ويديك، في دايما مساحة انت مش شايفها. العبد الصالح لما خرق السفينة فبان شر، أتى الغلام فبان ظلم، أقام جدار فبان تصرف غريب. وموسى عليه السلام كان بيحكم بالظاهر لحد ما تقال له الحقيقة. وهنا الرسالة، مش كل حاجة انت فاهمها تبقى الصورة كاملة، ومش معنى انك ناجح أو عالم أو حتى قريب من ربنا إنك بقيت عارف كل شيء. الإمام الغزالي بيقول العلم الحقيقي إنك تعلم إنك لا تعلم. والمعنى الأعمق إن الغرور مش بس غرور مال أو سلطة، لا، في غرور علم. وأخطر حاجة إن الإنسان يفتكر إنه أحاط بكل الأسباب، لأن في أسباب لا يعلمها إلا الله. إحنا في رمضان، شهر البحر اللي بينشق جواك. مش لازم تكون عايش في قصر فرعون، ممكن يكون فرعون جواك، غضبك، كبريائك، رغبتك في السيطرة. قصة موسى عليه السلام مش عصا ولا عن معجزة، قصة موسى عليه السلام عن قلب اتربى ببيت الظالم وما بقاش ظالم، عن موسى كليم الرحمن ومع ذلك ما كانش هو اللي عنده كل العلم، عن موسى عليه السلام اللي قتل غصب عنه واعترف بغلطه من غير أي تفكير أو تبرير. أخطر حاجة مش إنك اتظلمت، أخطر حاجة إنك تظلم بسبب اللي حصل لك. رمضان جاي يقولك أنت مش بيئتك، أنت قرارك. رمضان كريم عليكم، وكل سنة وأنتم طيبين. يا رب دايما يجعل قلوبكم مطمئنة. أشوفكم على خير إن شاء الله. أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. رمضان كريم.